السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب، ورمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية بأجمعها يا رب العالمين. النهاردة هعمل معاكم أول سحور في شهر رمضان الكريم. قولولي بقى عملتوا سحور ايه، اكتبولي كده في التعليقات وقولولي بقى عملتوا سحور ايه. انا عن نفسي هعمل حاجات حلوة قوي. هعمل معاكم الفول، وهعمل بطاطس محمرة وبطاطس مهروسة، وهعمل معاكم شكشوكة وبيض مقلي وجبنة. قولولي بقى انتوا هتعملوا ايه في السحور النهاردة. بجد كان اليوم بجد صعب قوي، بجد والله بجد. يعني اليوم كان مليان بشكل مش طبيعي. انا ما خرجتش تقريبا من المطبخ يعني، وصورت لكم فيديو كبير جدا بس ما عرفتش بقى انزله لكم على بعضه يعني. مش يعني كبير جدا طول اليوم ما انزله ازاي ده. فقلت لا خلاص هقسمه لكم بقى على فيديوهين ولا حاجة. فقلت اخلي السحور بقى لوحده، والتجهيزات رمضان لوحدها برضو، اللي هو الفطار بتاع اول يوم رمضان. فقلت خلي ده لوحده وخلي ده لوحده. بس اليوم كان يعني بجد صعب قوي. كان يوم طحن طحن بجد. اكيد مش انا لوحدي، اكيد انتوا كمان زي يعني. هو تعب، يوم تعب بجد، تجهيزات بقى وانا بحب ايه يعني. لو هعمل مثلا اكل اعمله يعني اجهز حاجات قبلها بيوم. ده بالنسبة لي بيبقى اريح لي يعني، ان انا اجهز حاجات قبلها بيوم علشان يعني ايه ما يبقاش كله في يوم واحد فوق دماغي يعني، فاهمين. وكمان العصاير والكلام ده ممكن اعمل الحاجات اللي ممكن انا ايه ادوقها يعني، علشان اعرف ادوقها. لو عملتها وانا صايمة مش هعرف. اكيد انتوا فاهمين قصدي طبعا. فبيبقى صعب اوي بصراحة يعني. وكمان اللي هي الحلويات، في حاجات بقى ايه عملتها كمان علشان بياخدوها بعد السحور يعني، بياكلوها بعد السحور. فده بقى هينزل لكم في الفيديو اللي بعد ده بإذن الله. هلم بقى كل ده. انا معاكم هنا بقى ايه، بعمل السحور وهشطب معاكم المطبخ وهخليه زي الفل. اتفرجوا بس كده للاخر علشان ما اقومش الصبح الاقيه بقى متبهدل ولا في حاجه يعني. بصراحه بحب اقوم كده الصبح الاقي مطبخي رايق، ببقى انا رايقه كده. محدش طبعا فاطر، كلنا صايمين، محدش هيدخل بقى يحضر فطار. لا انا هدخل على شغلي على طول، على التجهيزات ايه الفطار. لكن طبعا لو قمت لقيت المطبخ يضرب يقلب، لا ده يبقى صعب قوي بصراحه. هنا بعمل زي ما انتم شايفين كده ايه بطاطس محمره، وهنقعها في شويه ميه واحط لها شويه ملح. انا يعني ايه، انا عارفه ان انتوا عارفين انا بعمل ايه يعني. مش هنا هبشر بقى طماطم علشان هستخدمها للفول والشكشوكه. هاخد منها نصها للفول ونصها للشكشوكه بس. وزي ما كنت بقول لكم كده لازم المطبخ يبات نضيف كده ورايق. انا النهارده بصراحه ما خرجتش بره المطبخ يعني، ما اعرفش الشقه بره عامله ازاي. ما فيش الا البلكونه اللي مسحتها ولميت الغسيل ونشرت غسيل وبس على كده. بعد كده بقى ما خرجتش بره المطبخ يعني. ولحد دلوقتي انا لسه صاحيه يعني، الفجر خلاص قرب يأذن وانا ما نمتش. بجد كان يوم صعب، ومش هين عليا بقى ان انا انام وما اصليش الفجر، لاني لو نمت دلوقتي استحالة اصلي الفجر. انا بصراحة صليت كام ركعة، ست ركعات قيام ليل. قلت بما ان انا صاحية كده اصلي يعني قيام ليل وكده قبل الفجر وبس. وفضلت بقى قاعدة، لاني لو نمت خلاص هنام زي القتيل بقى خلاص يعني.
هسبك بقى ايه شوية الطماطم دول علشان الفول والشكشوكة. هحط لهم بس ايه شوية ملح وفلفل كده وزيت كمان، هحط لهم زيت وملح وفلفل علشان ايه هاخد نصها للفول ونصها للشكشوكة. قولولي بقى حضرتوا سحور ايه؟ حضرتوا في السحور ايه بقى؟ طبعا اكيد فول وبطاطس وكده ولا ايه، ولا عملتوا ايه؟ بجد هموت وانام يا ولاد، والله هموت وانام بجد. ده هو الفول اللي انا كنت عاملاه معاكم. شوفوا الفيديو بجد هيعجبكم جدا، والفول بجد تحفة. الفول تحفة 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 اهو. هحط له بقى كمون، ملح وكمون وزيت. كمون وشوية زيت بس، وهعصر ايه الليمونة وهرفعه على النار. يعني الصلصة اللي انا بعملها دي اللي هي التلات طماطمات اللي انا بشرتهم دول، دولت بقى ايه هحطهم للي عايز فول بطماطم، واللي عايز فول سادة يعني ايه الفول هيبقى سادة اهو، علشان مش كلنا بنحب الفول بطماطم او الفول سادة. في بيحبوه سادة وفي بيحبوه بطماطم، فعشان كده ايه قلت خلي الطماطم اعملها برا احسن يعني. بس كده هرفعه بقى على النار، والطماطم هنا هي بتتسبك اهو. بس كده هعمل بقى ايه بعد كده، نقلب بس الفول. هعمل البطاطساية دي هعملها بطاطس مهروسة، فانا هقطعها كده ايه عشوائي، يعني اي حاجة مكعبات شرايح إيه علشان ايه هسلقها في شوية ملح، ولما تستوي هصفي المية وهتشوفوا ايه هعمل ايه فيها. بس هحط لها بس شوية مية وارفعها على البوتاجاز. بس كده هرفعها بقى على ايه على البوتاجاز واحط لها شوية ملح. وهنا الطماطم اهي بتتسبك والفول برضو بيسخن. هنا بقى هاجي هنا هحط في الطاسة دي شوية زيت، وهقطع كده البصلاية دي بشر كده صغير علشان الشكشوكة. على فكرة انا كنت عاملة برضو فيديو الشكشوكة، بجد شوفوه تحفة، احلى كمان من اللي انا عملتها دلوقتي. انا بحبها تبقى ايه يعني اعتقد انها مش عارفة يمكن علشان مع يعني ما قطعتش الطماطم، بشرت الطماطماية فعاملة زي الصلصة. مش عارفة بصراحة يعني مش عارفة هو ايه التغيير اللي كان فيها عن ما انا عملتها في الفيديو اللي موجود على القناة اللي هي الشكشوكة. بس مش عارفة يعني ما طلعتش زيها. ممكن بسبب ان انا كنت في ما قطعتش الطماطم، يعني انا كنت بقطع لها طماطمايه كده زي الفلفل ده، الفلفل قرن الفلفل ده اصلا بقطعه للشكشوكه، وكنت كمان بقطع الطماطمايه، فانا المره دي بشرتها، فممكن يكون ده السبب برضو ان هي ما ادتش نفس الشكل يعني، ممكن او نفس الطعم يعني. انا بصراحة اتسحرت حاجة بسيطة جدا، يعني 3 معالق فول ومعلقة جبنة ومعلقة بيض مقلي، بس اخدت معلقة واحدة بس. هنا بقى هقطع برضو الخيار عشان ايه، وهنا برضو ايه قلت هقطع الخيار زي ما قلت لكم كده علشان يعني اجهز بقى الاطباق، اشيل بقى الحاجة ونحط بقى الاطباق ايه
اللي خلصت يعني. وطبعا في الوقت ده كانت البصلة على النار بتتسبك، اللي هي بتاعت الشكشوكة. بس هجيب بقى البيض اهو، نعمل بقى البيض علشان إيه كانت خلاص البصلة يعني، وانا ما كنتش لسه حطيتها. ممكن اكون كانت لسه ما جبتهاش معاكم، يبقى لسه ما كنتش حطيتها على النار، فقلت اخلص دول الاول. بس بحط بس على البيض شوية فلفل وملح، مش بحط حاجة اكتر من كده. بس هضربهم، بس اهم حاجة يتخفقوا كويس جدا، علشان يعني الفلفل الاسمر والملح يختلطوا في البيض كله. هنا الفول اهو خلاص تمام. ما كنتش لسه عملت الشكشوك اهو. ولعت خلاص اهو على البصلايه، وهبدأ معاكم بقى نحمرها. يعني مش نحمرها تحمير قوي يعني، ولا برضو نسيبها كده يعني تاخد اللون الذهبي، يعني تاخد اللون الذهبي كده. على فكرة الفيديو بتاع الشكشوكة موجود على القناة، ممكن برضو تشوفوه زي ما انتم شايفين كده. بس اول ما البصلايه تدخل كده يعني تتحمر كده ويبقى لونها تاخد اللون الذهبي الحلو ده، هنزل بالصلصه بمعلقه او معلقتين من اللي هي التسبيكه اللي انا عملتها دي، وهنزل بالفلفلايه. هي كده يعني مش تحمير جامد يعني. هنزل بالفلفلايه اهو. كنت هنزل بالصلصة الاول، وبعدين قلت خلاص يلا الاتنين المفروض بننزل بيهم سوا اساسا. بس انا عشان مش متعودة يعني اعمل الشكشوكة بطماطم مبشورة اللي هي يعتبر زي صلصة يعني. انا متعودة اقطع الطماطم برضو مكعبات صغيرة كده زي الفلفل بس. وهقلبها تقلبتين كده وهنزل بالبيض. هي ما بتاخدش اصلا وقت خالص اهي. هي كده بقت تمام جدا. هنزل بقى بالبيض بتاعي، ما بتاخدش وقت اساسا، اسرع حاجه. وعلى فكره الشكشوكه يا جماعه مغذيه جدا جدا جدا، وعلى فكره دكاتره كتير بينصحوا بيها في السحور، لانها من الحاجات المغذيه جدا. لانها كمان مش بس بيض اللي هو بروتين، لا كمان فيها خضار، فهي حاجه حلوه قوي في السحور يعني. وبحيث انها ما تضايقكوش، ما تكتروش الفلفل الاسمر، حاجه بسيطه يعني. وبس كده. وطبعا البطاطس اهي على النار بتتسلق، واول ما تتسلق بقى هاخدها واحط لها بقى الحاجات بتاعتها. بس هي كده الشكشوكه معايا بقت تمام. والفول اصلا كان خلص خلاص. بس هشيلها بقى احطها على العين اللي هي اللي ورا البطاطس دي. وهجيب بقى كمان احمر البطاطس، احمر البطاطس الصوابع. هجيب بقى الطاسه اهو، وهحمر بقى البطاطس دي. هنا هعمل كمان بيضتين، عشان في بنت من بناتي قالت مش هتاكل شكشوكة، فهتاكل بيض مقلي بس. وانا كمان اخدت معلقة، فقلت يلا اعمل بيضتين. وبحط بس ملح وفلفل وخلاص. برضو نعمله كويس. على فكرة بنتي هي اللي هتعمل البيض بتاعها ده. هنا بقى كانت البطاطس خلاص اتهرت يعني، وهو ده اللي انا عايزاه. كده بقت تمام قوي. هاخدها بقى على الرخامة. وهنا بوريكم بس الحاجة كانت خلصانة خلاص اهو. هنا بقى البطاطس ننزلها الاول اهو، نحمرها بقى الاول، وبعدين اروح اعمل البطاطس المهروسة. نديها بس تقليبة كده علشان ما تبقاش فوق بعضها، نفكها من بعض.
بس وهنا بقى هعمل البطاطس المهروسة، بحط لها معلقة سمنة بلدي وملح وفلفل، والملح حاجة بسيطة طبعا علشان انا اصلا كنت ايه كنت حاطه لها ملح وهي بتتسلق. وهنا خدت معلقة سمنة بلدي بالمرة للبيض المقلي اللي انا هعمله وبس. وههرسها بقى زي ما انتوا شايفين كده علشان برضو تكون ايه خلصت معايا. بس ههرسها كويس، انا عندي الهراسة والله بس كنت مكسلة اجيبها، يعني مش عارفة بصراحة. هرستها بقى بالمعلقة. اصلا البطاطس اليومين دولت يعني لما تيجي تسلقيها كده بتلاقيها بصراحة جميلة مفرولة. هي دي البطاطس الحلوة من الفرولة دي. فهي اصلا كانت مسلوقة كويس يعني واتهرست معايا على طول. بس زي ما انتوا شايفين كده. بس كده. هنا بقى هطلع ايه معلقة جبنة كده، اللي هي الجبنة بتاعت مزارع دينا دي، اللي هي ملح خفيف دي، جميلة قوي قوي يا جماعة بجد. طلعت كده معلقة واكلت حتة. بس هطلع بقى البطاطس، كانت خلاص خلصت كل حاجة تقريبا، كانت خلاص بقى تمام كده. كده خلاص بقت تمام. الفول خلص والشكشوكة والبطاطس ومعادش بس الا البيض المقلي. بنتي هي هتيجي بقى تعمله اهو. هي بقى هتعمله. هي قالت لي انا بقى بحب ايه، ما بحب انا اعمله، مش بحبه يبقى مستوي قوي، يعني هي بتحبه يبقى سايب شويه. فقلت لها ماشي تعالي اعمليه. وكنت انا ايه بسخن الشكشوكه والفول، بسخن بقى ايه الاكل خلاص اهو. تمام كده. علشان بس ايه ما بنعرفش ناكل الاكله الا سخن يعني. الجو على فكره رجع بره التاني، قولولي عندكم برضو رجع بره التاني ولا ايه؟ احنا عندنا بجد الجو برد بطريقة صعبة جدا يعني. ربنا يسترها بجد، الناس كتير خففت للأسف. وهنا بقى كنت خلاص بحط بقى السحور بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام بالخير، ورمضان مبارك عليكم يا رب العالمين. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو ياريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وقولولي بتتابعوني منين، واكتبولي تعليق حلو كده زيكم. هنا بقى قلت لا والله ما يحصل ابدا، لازم اسيب المطبخ فله. بصراحه ما كنتش هصور بس قلت يلا اصور لكم. فكنت عملت الجزئيه اللي ايه اللي ورا دي، اللي هي عند الكوفي كورنر. وده على فكره يا جماعه الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الخل والفيبا وشويه ميه، او اي مسحوق مواعين تاني غير الفيبا، يعني مش شرط فيبا. بصراحة بتخلي الحوامل تحفة، وبتخلي الاستانلس بيلمع كده. بس اهم حاجة ان الواحد يسيب المطبخ وراه نضيف، يعني دي اهم حاجة. انا هوريكم دلوقتي بجد المواعين عاملة ازاي، بس الحمد لله انا حطيت اغلبها في غسالة الاطباق. يعني بصراحة حطيت الاطباق والمعالق والكوبايات، لا نجدتني بصراحة. يعني اللي اتغسل بس على ايدي حاجة بسيطة، اللي هي الحاجات اللي ممكن تبوظ لو دخلت غسالة الأطباق يعني. بصراحة الحاجات اللي هي ايه، لان غسالة الأطباق اصلا بوظت لي الحلل بتاعتي. مش عارفة يعني، هي بعد ما دخلوا غسالة الأطباق بقوا يلزقوا. هنا بقى ايه هرص اهو فيها الأطباق، بجد جميلة جدا بجد والله. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، لو انت عروسة وبتجهزي بجد ما تستخسريش وهاتيها، هتلم الاطباق. يعني دوبك بشطف الطبق واحطه فيها، هتلملك اطباق كتير جدا. وعلى فكره بتاعتي الصغيره بس عادي يعني، كويسه شغاله يعني، بتغسل برضو كويس. هتلم بقى ايه اطباق ومعالق، شوك سكاكين مقصات كل حاجه. اهم حاجه بس اتاكدوا ان اللي هي الرشاشات اللي فوق دي بتلف عادي، ما فيش حاجه من الاطباق موقفاها او كده، علشان لو في حاجه من الاطباق موقفاها بتوقف الغساله.
بتخليها تقف اصلا وتعيد الدورة من اول وجديد. فطبعا ما بتلاقيش، ما بتكون هي سحبت المسحوق اساسا اللي اتحط، فما بتلاقيش مسحوق فما بتشتغلش فبتقف، فبتوقف لك الدورة وانت فاكراها كل ده شغالة مثلا، فبتوقف لك ايه الدورة بتاعة الغسالة. بس هحط بقى هنا كمان كل الكوبايات، اي حاجة بقى بصراحة بتعقم حلو قوي. وبتحط لها برضو اللي هو الزيت بتاعها، اهم حاجة الملح والزيت. انا الغسالة بتاعتي دي نوعها اللي هي الوايت ويل، كنت جايباها من زمان بصراحة، كانت وقتها طالعة يعني كويسة. هنا بقى هحط طبعا البواقي الاكل، الحاجات اللي ما اتاكلتش، وما كانش باقي غير اللي هي البطاطس المهروسة والفول. فهحطهم في علب واحطهم في التلاجة عشان حرام يعني نرميهم. الفول هنا هلاقيه بس العلبة كبيرة عليه، فهشيله احطه بقى في ايه، في واحدة ايه اصغر شوية بس. ودولت بقى خلاص كده الاطباق ديت، وهلمع برضو ايه الرخامة ونحط الاطباق بتاعتهم علشان اشغل الغسالة، عبال ما انا اكون بغسل الحاجات اللي فوق واشطب بقية المطبخ، تكون هي ايه خلاص خلصت، عشان نخلص يعني. بس هحط لها بقى المسحوق بتاعها وخلاص كده. بس هكمل بقى تنظيف الرخامات ماشية كده ايه واحدة واحدة. بصراحة بتاع الخلطة دي جميلة جدا يا جماعة، زي ما قلت لكم. على فكرة انا كنت ببقى اروح اشطف الفوطة تحت المية واغسلها وارجع لكم تاني. هنا بقى كمان الباسكات، واهم حاجة اهم حاجة نطلع الزبالة بتاعتنا قبل ما ننام، ما نسيبش زبالة في الشقة يعني، لان انت هتقوم الصبح هتلاقيها عاملة ريحة. فلا، نطلع الزبالة بتاعتنا اول باول، وتجيبي جردل كده كبير قدام باب الشقة له غطا، وتحطي فيه الكيس، واللي يعني لو في مثلا بواب للعمارة يطلع ياخدهم. لو ما فيش مثلا، لو ما فيش اصلا في بواب للعمارة، فزوجك مثلا ايه اي حد بقى بياخدهم وهو نازل. فما تسيبهوش كده مرمي على السلم، لا، باسكت حلو نضيف كده له غطا، وتحطي فيه ايه الكيس بتاع القمامة، عزكم الله. تمام. بس وعلشان ما لا يعني ايه، ساعات ممكن يبقى بيسرب مثلا ميه بتاع، تلاقيه موقعلك بقى قدام باب الشقه وكده وعامل لك حوار يعني. لا، يبقى خلي جردل احسن كبير محطوط قدام باب الشقه، يتحط فيه ايه الحاجه. بس الحاجات دي انا ما دخلتهاش غسالة الاطباق، لان الحاجات المدهبة دي لو دخلت الغسالة هتشيلي اللون بتاعها. والحاجات اللي هي ما بتلزقش، الطاسات دي والحاجات دي هتبوظهم برضو زي ما بوظت الحلل يعني ايه. فعلشان كده ما، وطبعا اي حاجة الومنيوم ممنوع، اي حاجة خشب برضو غلط يعني. بس هم خلصوا خلاص اهوت يعني، ما عادش في حاجة. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بتتابعوني منين، واكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم كده. لسه اهو، لسه ما خلصتش. اهم حاجه انا هطلع بس ايه القمامه دي، اهم حاجه بس علشان ما تتسبش، واقفل الكيس كويس، لانها لو اتسابت جوه الشقه هتعمل ريحه. بس اهو. وانضف برضو، احط من الخلطه دي اللي هي الخل والفيبه وشويه ميه، بحط برضو فيها في الباسكات، واحط بقى كيس نضيف. ايوه كده، تقومي كده الصبح كده تلاقي المطبخ نضيف كده ورايقه، وما فيش بقى لا بهدله ولا كاني ولا ماني. نكمل بس هنا بقى الرخامه، واغسل الفوط بتاعتي. بحب الفوط كده تبقى مغسوله وزي الفل، مش بحبها بقى يعني، بتضايق بصراحه لو رحت لحد والفوطه بتاعته مش نظيفه، والله بجد ببقى هتجنن يعني. بس ونغسل بقى برضو الحنفيه اهو،
والحيطة. يعني نسيب كده المطبخ بتاعنا فله بيبرق كده، دي اهم حاجة. بس نغسل بقى كل حاجة. اليوم كان اصلا بهدلة بجد. الفيديو الجديد بقى ان شاء الله اللي هينزل بعد ده ان شاء الله بقى يعجبكم باذن الله. هتعرفوا بقى انا عملت فيه ايه في اليوم ده. بس كده اهو تمام كده الدنيا. بس كده نغسل بقى الفوطة بتاعتنا ونحطها بقى ايه على الحنفية. بس كده نجيب بقى المكنسة ونشفط الارض. وعلى فكرة انا كمان مش شفطت الارض بس، انا كمان مسحت الحتت اللي باينة. وكمان كان في بعض بقع كده على السجادة. عندي اللي هو البريكس ده وفرشة كده صغيرة بتقوم مطلعة كل حاجة من اي بقعة في السجادة بتطلعها. بس ده ما جبتوش معاكم بقى يعني. بصراحة قلت لا كده خلاص الفيديو طول زيادة عن اللزوم. فايه ما جبتش بقى وانا بمسح الارض وبعمل البقع اللي في السجادة بس. ويوم كان تعب من اوله بصراحة. وبس كده خلصت المطبخ. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. وانا طلعت بقى اللي هطبخه تاني يوم. واستنوا الفيديو الجديد ومع السلامة.